النهاردة بقى هشارك معاكم واحدة من أحلى الأطباق اللي ممكن تجربوها للبانيه أو لقطع الفراخ اللي هي صدور الفراخ الخفيفة دي اللي احنا معظم الوقت بنعملها يا إما بانيه يا إما فراخ مشوية أو بانيه مشوي أو نقطعه في نجريسكو فاهيتا شاورما. النهاردة هوريكم طبق من أحلى الأطباق الإيطالية اللي بيعملوها لصدور البانيه اللي هي الرفيعة زي ما قلت لكم. طبق حلو جدا، والأهم من كل ده إن هو لا يحتاج تتبيل ولا هيحتاج إن احنا نقعده كتير قوي في التلاجة ونستنى، هنعمله على طول في نفس الوقت وفي الاخر بيبقى طعمه خطير. سهل جدا ومكوناته بسيطة، وهقول لكم على الحاجات الاساسية فيه والحاجات اللي ممكن نستبدلها او حتى كمان نستغنى عنها. يلا بينا على طول نبدأ في الوصفة واقول لكم ايه اللي احنا محتاجينه. طبعا بطلة الوصفة هي البانيه، شرايح فراخ بانيه الكمية اللي انتوا عاوزينها. انا بغسلها بطريقتي، ملح ودقيق وليمون وبنشفها كويس جدا جدا. المكون التاني هو الطماطم اللي هي الكرز دي الصغيرة، ولكن بما ان هنا ما بيبقاش فيه طماطم مسكرة كتير فبيبقى هو ده الحل الوحيد لو هنعملها في الطبق اساسي. احنا عندنا في مصر الطماطم المسكرة كتيرة جدا، تقدروا تجيبوا اي حجم طماطم عندكم او متوفر عندكم في التلاجة وتقطعوها قطع صغيرة. عندي فصين 2 من الثوم، عندي الزيتون. الوصفة الأصلية بيستخدموا فيها الزيتون الأسود المخلي، ولكن هو ده الزيتون اللي عندي. فزي ما قلت لكم استبدلوا بالحاجات الموجودة عندكم. عندي كمان في الوصفة الأصلية بيحطوا فيها الكبر، وهو حاجة زي الزيتون كده، نبات صغير قوي وبيبقى مالح شوية، بيبقى محطوط في سائل مالح كده شوية. تقدروا تستخدموه وتقدروا تستغنوا عنه خالص. أنا أوقات بعمله بيه وأوقات تانية ما بستخدموش تماما. حتى النهاردة في الوصفة هحط معلقة صغيرة بس منه. طيب، عشان نعمل الفراخ الحركة اللي انا بعملها دي هما مش بيعملوها، يعني ان هما بيتبلوا بملح وفلفل وزعتر، مش بيعملوها. هما اول حاجة بيعملوها بيحطوها في الدقيق كده على طول، ولكن انا بحب ان انا اتبلها كده بشوية ملح على الوش، شوية فلفل بساط وشوية من الزعتر، وهي دي التوابل الاساسية في الوصفة، ملح وفلفل وزعتر. طيب بعد ما بعمل ملح والفلفل والزعتر على الوشين، بجيب طبق فيه دقيق وببدأ ان انا احط فيه قطع الفراخ وارش اهزها كده بعد ما بحطها في الدقيق عشان ما يبقاش فيها كمية دقيق كتير. بتبقى مجرد تعفيرة بسيطة. وهنا مهم جدا ان الفراخ بتاعتكم تبقى ناشفة عشان ما تاخدش دقيق كتير. نحط بقى الفراخ على جنب ونجيب طاسة كده او الحلة الكبيرة بتاعتنا، ونحط فيها شوية من زيت الزيتون. طبعا زيت زيتون اساسي في وجباتهم، ولكن تقدروا تضيفوا زيت عادي. وهحط وهو بارد هحط فيه تومتين كده، انا مش مقطعاهم، مجرد ان انا ضغط عليهم بس بكف ايديا عشان يطلعوا نكهتهم في الزيت، وبحطهم في قلب الزيت وهو بارد علشان الزيت يتنكه على طول والتوم بتاعي ما يتحرقش مرة واحدة. وكل اللي انا بعمله اول ما الزيت بيسخن ببدأ ان انا انزل على حسب كمية الفراخ اللي عندنا، انزل القطع دي في قلب الصينية اللي انا واخداها. نحاول بس على قد ما نقدر ان احنا يعني ما نكومش فوق بعضه. احنا مش محتاجين ان هي تستوي سوا كامل، لان لسه هنحط الطماطم والزيتون وهنسيبهم فترة يستووا مع بعض، فمش محتاجين ان احنا نديهم لون غامق ونسيبهم لحد ما يتهروا. مجرد بس ما ياخدوا لون كده ويمسكوا نفسهم ببدأ ان انا اقلبهم. وممكن كمان تدوهم رشة ملح او فلفل وهم في قلب الطاسة كده كمان زيادة. هبدأ ان انا اقلبهم كده واسيبهم على الوش التاني لحد برضو ما احس ان هو تماسك كده واخد لسعة الزيت البسيطة اللي احنا عارفينها كلنا. اول ما الوش اللي تحت اللي انا قلبت عليه برضو يبيض كده من الزيت او ياخد التشويحة الحلوة، ببدأ ان انا بقى اتاخر كده واحط بواقي الفراخ اللي عندي. ده طبعا لو عاملين مثلا كمية مش مكفية الطاسة اللي انتوا اشتغلوا فيها، مفيش اي مشكلة، بتحطوا كده فوق بعضه وبعد كده بتكملوا الجزء الباقي بنفس الطريقة. اول ما ياخد لون ببدأ ان انا اقلبه على الناحية التانية. في الوقت ده بيكون خلاص الطاسة عندي جاهزة ان انا احط الخضار. قبل ما بحط الخضار في الوقت ده بشيل التوم لانه بيبقى خلاص اخد لون، ولو فضل اكتر من كده هيمرر الزيت وهيمرر الطماطم. بس لو حابين تحطوا فيه توم زيادة ممكن تشيلوا التوم ده وتضيفوا كمان فص توم مثلا وتقطعوه.
بعد كده بقى قطعت الطماطم عندي حلقات، كده كده بتتقطع متقلقوش، يعني لو هتستخدموا طماطم كبيرة برضو هتقطعوها مكعبات كبيرة كده وتحطوها بميتها، مفيش اي مشكلة. الفكرة كلها ان احنا نختار طماطم تبقى حمرة كده وطعمها مسكر وحلو. قطعت عليها ورقتين من الريحان الفريش، وده مش اساسي في الوصفة، تقدروا تستكفوا بس بالملح والفلفل ورشة الزعتر اللي بتحطوا عليه. عندي كمان شوية من الزيتون. كل اللي انا عملته في الزيتون ان انا غسلته واديته شطف عشان لو في اي ملح زيادة بينزل، وبصفيه من المية وبحطه. الوصفة الاصلية فيه بيضيفوا فيها زيتون الاسود، ولكن هو ده عندي وكمية الزيتون على حسب ما انتوا الوصفة. انا كل اللي عملته اي طبق ان انا غسلته الوصفة دي او غيرها على حاجة مش موجودة من المية، وهحطه بقى تقدروا تستغنوا عنها، مفيش اي مشكلة. طبق بتاعي معلقة صغيرة من الكبر، وبرده تقدروا تستغنوا عنه. وكل اللي انا حطيته رشة بسيطة من الملح تاني، وكمان من الفلفل الاسود، ونص معلقه كده من الزعتر المجفف الموجود عندنا كلنا. بديها تقليبه خفيفه. وكل الخطوات اللي انا عملتها قبل الخطوه دي بتبقى على نار عاليه. اول ما بحط الخضار الطماطم والكلام ده بهدي النار وبغطيها وبسيبها بقى تستوي شويه، الطماطم تنزل ميتها، الزيتون يطرى معايا ويبقى طعمه حلو، وكله كده ياخد من بعضه. في الوقت ده عملت البطاطس، وللأسف كنت فاكرة ان كل ده بيتصور، بس كل الاجزاء اللي قبل دي ما اتصورتش، ولكن هي بسيطة جدا. كل اللي انا عملته ان انا جبت بطاطس وقشرتها وقطعتها 4/4 بالطول علشان تبقى جوانح عندي كده ماسكة نفسها. وفي حلة على النار مية مغلية نزلتها فيها، حسبت لها بالظبط 7 دقايق، يعني هتستوي تقريبا من نص سوا، يعني نص سوا بس مش اكتر من كده. ووقت السوا بيختلف شوية على حسب حجم البطاطس اللي انتوا عاملينها، بتركزوا فيها ومش بتسيبوها تستوي سوا كامل. بطلعها على مية ساقعة وبسيبها في المية ساقعة شوية وبصفيها. وعلشان اعمل لها التتبيلة اللي ادخلها بيها الفرن محتاجة زيت زيتون، ملح وفلفل اسود وزعتر وروزماري جاف، وبحط عليها كمان شوية من التوم البودر والبابريكا اساسي. بقلبهم كويس مع بعض، وبضيف عليهم اخر حاجة معلقة من النشا، بتديها كراست حلوة قوي كده لما بتخرج. وبقلبهم كويس في التتبيلة دي وبرصها في صينية الفرن عندي. وفي الوقت ده ببقى مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره، بدخلها على درجه حراره عاليه لان هي تعتبر مستويه نص سوا، وهتكمل باقي السوا في قلب الفرن، فمش محتاجه درجه حراره واطيه، محتاجه تاخد لون على طول وتبقى حلوه ومقرمشه معايا كده. ولكن بتاخدوا بالكم وهي في الفرن، يعني كل شوية بتقلبوها على جنب مختلف عشان تبقى واخدة لون حلو كده وقرمشة حلوة من كل الجوانب. حلوة جدا وبديل حلو قوي للرز للمكرونة، خصوصا لو انتوا حابين ان انتوا تخففوا، فهتبقى حلوة ومناسبة جدا جنب طبق الفراخ اللي احنا عاملينه النهاردة. طبق الفراخ اللي احنا عاملينه النهاردة يعتبر صحي، فما فيهوش اي آلية ولا زيوت نباتية ولا اي حاجة. تقدروا لو ما عندكوش زيت زيتون تستبدلوه بشوية من السمنة او الزبدة. بعد ما بسيب الفراخ شوية بتستوي والطماطم كده بتدبل وتطلع ميتها، لو احتاجت في النص ان انتوا تحطوا شوية من المية تقدروا تحطوا. طبعا هم طبعا بيضيفوا سوائل تانية، ولكن سوائل احنا ما ينفعش ان احنا نضيفها، فممكن تستبدلوها بشوية من المية. لو حسيتوا ان الصوص ناشف قوي تقدروا تحطوا شوية من المية علشان الخضار كده يبقى فيه صوص حلو. تعملوه مثلا لو حابين تاكلوه جنب رز او تاكلوه جنب مكرونة، هتبقى مناسبة جدا. قدموها بقى بالطريقة اللي انتوا عايزينها. طريقة التقديم دي هتبقى حلوة قوي لو انتوا عندكم عزومة وحابين تعملوا فيها حاجة مش مكلفة، وفي نفس الوقت تبان ان هي شكلها حلو وكمان طعمها بيبقى لذيذ جدا. يعني كمية بساطة في الطبق مش طبيعية، بساطة مكونات وبساطة بهارات بيخلي الطعم في الاخر تحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجة كده هو الطعم الاصلي بتاعها، مش حاطين عليها 100 نوع من البهارات ولا 100 نوع من المكونات. في الاخر بتستمتعوا وانتوا بتاكلوها. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم، واتمنى كمان لو هتجربوها تقولي لي رايكم فيها في الكومنتات. بس ما تنسوش قبل ما تقفلي الفيديو تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وكمان تشاركوا القناه مع اصحابكم. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد عن قريب. مع السلامه.